تسدد، ولكن التسديده ديالو كتمشي جانبا من مرمى الحارس ياسين الحواصلي. المباراة الآن متوقفة. أكيد نتابع ردود فعل ديال المدربين، لا جوزي روماو ولا جون توشاك في مواجهة بين أكيد المدرسة البرتغالية والمدرسة الويلزية أمام أعين وأنظار المدرسة الفرنسية والناخب الوطني الجديد هيرفي رونار، الذي يتابع ويعاين ويرصد يعني لاعبين ديال الفريقين في هذه المباراة، لاعبين الجيش الملكي ولاعبي فريق الوداد. يعني لقاء كيبقى من اللقاءات القوية بين فريق الوداد وفريق الجيش الملكي. المباراة متوقفة، المباراة متوقفة. يعني هناك بعض يعني الجمهور اللي كيرمي ببعض القارورات يعني دخول بعض الجمهور يعني في صور اكيد ما كنبغيوش نتابعوها. اللقاء غادي بطريقه يعني بكل روح رياضيه، بالتالي كتضيع المحاوله. دائما المباراه متوقفه، ودائما يعني دخول بعض الجماهير لارضيه الملعب في صور اكيد ما كنبغيوش نتابعوها بتاتا، يعني على مستوى مباريات ديال الدوري الاحترافي، خصوصا من المباريات كتكون يعني منقوله على مستوى يعني الفضائيات، وبالتالي ما كتكونش يعني صوره مثاليه في لقاء كبير بين الفريقين. دائما 2-0 لفريق الوداد في انتظار استئناف المباراه. امامنا الحكم عبد الرحيم اليعقوبي اللي كنتظر بانه يعني ترجع الاجواء يعني تكون مثاليه لاستئناف المواجهه، واللي من خلالها يعني المدربين كيستغلوا التوقف انه يعطيو يعني النصائح للاعبين، سواء لاعبي فريق الجيش الملكيه ولاعبي فريق الوداد، خصوصا بانه يعني حنا كنلعبوا اكيد الدقائق الاخيره من الجوله الثانيه. فريق الوداد اللي نجح في انه ينهي المباراه بهذا التقدم بهذا الفوز، فاكيد بانه غادي ينقض على الرتبه الاولى اللي بفارق نقطتين على فريق الفتح الرباطي، وبالتالي سيستعيد الصداره وستعود اكيد الاثاره والتشويق على مستوى يعني الدوري الاحترافي. فيما فريق الجيش الملكي اكيد كتنتظروا مباريات مهمه في باقي الدورات. الجيش الملكي نذكر خلال الدوره المقبله غادي يواجه فريق اولمبيك اسفي. الدوره 18 غادي يستقبل فريق حسنيه اكادير. الدوره 19 غادي يرحل لمدينه طنجه لمواجهه فريق اتحاد طنجه، وخلال الدوره 20 غادي يواجه في لقاء محلي فريق الفتح الرباطي. بالمقابل فريق الوداد كنتظروا كذلك مواجهات مهمه. نذكر بانه الاسبوع المقبل سيرحل لمواجهه فريق الجمارك من النيجر على مستوى الاياب ديال الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا، بعد ما حقق نتيجه مهمه 2-0، ولكن لابد انه يعني يدافع عليها بكل يعني استماته، لانه كنعرفوا المنافسات الافريقيه، خصوصا بانه الوداد عنده من الامكانيات التقنيه والبشريه بانه يمشي بعيد في منافسات دوري ابطال افريقيا. غادي يواجه يعني الدوره 17 تنتظروا مباراه امام اولمبيك خريبكا اللي غيستقبل فيها اكيد الوصيف ديال البطل، يعني وصيف يعني اولمبيك خريبكا اللي حتى الرتبه الثانيه الموسم الماضي واللي كيشارك على مستوى دوري ابطال افريقيا، ولو ان النتائج الان يعني حتى الان غير لا تواتي، يعني لا تواتي ولا توازي عفوا يعني الطموحات ديال الجماهير ديال اولمبيك خريبكا.
بعد ذلك سيرحل لمواجهه الدفاع الحسني الجديدي، يستقبل النهضه البركانيه ثم يستقبل النادي الخنيدري ويرحل لمواجهه فريق اولمبيك اسفي. دائما ننتظر استئناف المباراه اللي كتبقى حتى الان متوقفه. اكيد الحكم عبد الرحيم اليعقوبي يعني ينتظر بانه ترجع الامور يعني الى نصابها، خصوصا على المستوى يعني التنظيمي. بالتالي نواصلوا هذه المواجهه صراحه بانه حتى صغر الملعب ديال يعني ملعب الفتح بالرباط فهو يعني كيسمح بانه تكون هناك بعض الانفلاتات. لاعبي فريق الوداد ولا فريق الجيش الملكي الان الكل واقف ينتظر يعني اعاده الامور. اعتقد الان غتستأنف المواجهه. اذا الان اعتقد غتستأنف المباراه، وبالتالي غادي يكون هناك احتساب يعني الوقت يعني اللي ضعف هذا التوقف. الكره غتكون لفائده فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم اليعقوبي اكيد في حديث مع الحكم الرابع وكذلك مندوب ديال